السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده الدوناتس بطريقه بسيطه، حاجه كده بسم الله ما شاء الله. وهنعرف مع بعض دلوقتي الحاجات المظبوطه اللي هنستخدمها، وهنعرف كل التفاصيل بأمر الله. هنسمي الله كده ونحط معانا في اي بولة غويطة كوباية من اللبن بحرارة الغرفة. طبعا لو في الشتاء ندفيها شوية، لو في الصيف عادي خالص. هنحط معاها كمان كوباية من المية العادية من الحنفية، وهنحط معلقة وربع من الخميرة الفورية. وهنحط معاهم كمان نص كوباية من السكر، وهنقلبهم كويس جدا لحد ما يبدأوا يعملوا فقاعات معانا كده. كده اختبرنا ان العجينة كويسة. هنبدأ بقى نحط 4 معالق زيت، زي ربع كوباية كده، هما 4 معالق زيت. وهنحط كمان معلقة خل، وهنحط شوية فانيليا. بلاش فانيليا السايلة لان بتغير طعم المخبوزات خالص يعني. بلاش الخميرة دي بتغير الطعم، تبقى مش كويسة. فانا بحط خميرة من العادية، لو كيس هتحط كيس عادي، لو من العلب دي هتحط شوية صغيرين. وزي ما قلت لكم هنحط الخل، حطينا معلقة. هنبدأ بقى نقلبهم كويس جدا. واهم حاجة الدقيق يبقى ليه عرق، دقيق زي دقيق الاهرامات. الدقيق اللي هو بيبقى متعدد الاستخدامات لازم تنخليه كويس جدا، لان لما بتنخلي الدقيق بيعمل قلب كويس جدا للعجينة. ده كيلو دقيق، انا استخدمت كيلو دقيق. لو عايزة تستخدمي 500 جرام، نص كيلو مثلا، هتحطي المقدار بتاع الحاجات دي بقى، تقلليها. بدل كوباية مية تخليها نص، بدل كوباية لبن تخليها نص. المكونات تبقى اقل بقى، النص بالظبط. فانا خلاص كنت ببدأ ان انا الف كده الدقيق، واحط معاكم كوباية مية على جنب. هقول لكم دلوقتي هنستخدمها في ايه. فانا بدأت ان انا اقلب الدقيق معاكم على الناشف. على الناشف ده اللي هو كمية المية المحطوطة هي واللبن اللي هنعجن بيهم، بس مش هنزود عنهم حاجة. لان لما بتزودي المية على مراحل، العجينة بتبقى طرية وبتبقى هشة، وبعد ما بتخبزيها بتديكي طراوة كده جميلة. لما بتكتري المية وبتحطيها مرة واحدة، العجينة بتبقى مكتومة. كتمة العجينة من انك بتضيفي المية مرة واحدة وتعجني مرة واحدة وخلاص. فلما بتضيفيها على مراحل بتخلي العجينة هشة، والمخبوزات بتبقى طرية قوي. بدأت ألفهم على الناشف كده زي ما احنا شايفين. وما تنسيش ذرة الملح، اهم حاجة تحطي ذرة ملح كده بين صوابعك، حاجة صغيرة. وزي ما قلت لكم المية تكون بالتدريج. هقول لكم دلوقتي لو مفيش عندك لبن، تقدري ان انت تحطي علبة زبادي. لو مفيش زبادي، عارفين مثلا لو عندك قطعتين جبنة ومنزلين اللي هو الشرش بتاع الجبنة ده، تقدري ان انت تعجني بيهم. مفيش، يبقى علبة الزبادي، لبن رايب، اي حاجة موجودة ان هي تطر العجينة. طب لو مفيش خالص، نقدر نحط لبن بودر. نحط معلقتين لبن بودر، هيدوكي طراوة في العجينة وهيبقى نفسها حلو خالص. لما بنعجن على الناشف كمان بنعمل عرق للعجينة كويس جدا. ريحي العجينة أثناء العجن، يعني هنعجن شوية ونخلي العجينة ترتاح لمدة دقيقة. طبعا الكوباية مية اللي أنا حطيتها جنبكم دي، انا بدأت ان انا ابل ايدي كده بنقطتين مية واعجن. هتسهل عليا العجينة خالص، هتطريها معايا، هعرف المها على طول. لازم المية تبقى بالتدريج، فكل ما العجينة تشرب المية تبدأي تحطي كمان نقطتين مية كده. وزي ما احنا عارفين ان المخبوزات عجينة كويسة. هريحها دقيقة معاكم، وهتشوفوا بعد ما ريحها هتبقى طرية ازاي، والمسام بتاعتها هتتقفل وهتلم معايا على طول. شايفين لما ريحتها بقت طرية في اللم معايا خالص، وما بقتش تلزق زي الاول. العجينة دي انا عايزاها طرية. في دقيق بيخلي العجينة بتاعته سايحة خالص وسايب جدا كده. الدقيق ده ما بيبقاش عايز مية كتير، بتبقى العجينة بتاعته احنا عايزينها تبقى ناشفة، بحيث لما نحطه يخمر العجينة هتحل وهتبقى سايحة وسايبة زي العجينة دي في نتيجتها في الاخر. فانت لو الدقيق بتاعك بيخلي العجينة تسيح كده، ما ينفعش ان انت تخلي العجينة طرية اثناء العجن.
انا كنت بخبط عليها خبطتين كده بيسهل عليا ان العجينه بتطرى معايا على طول وبتتلم بكل سهوله. طبعا في ماركات للدقيق كتير حلوة قوي، في الاهرامات، في ابو الدهب، في المرشدي، في حاجات كويسة جدا تقدري ان انت تجيبيها وتستخدميها. وكمان لو دقيق الغلة عندك كويس تقدري ان انت تستخدميه لو عرقه كويس وانت متأكدة من ده، مفيش اي مشكلة. لما بدأت تطرى معايا العجينة كده انا جبت معلقة سمنة وبدأت ان انا احطها في العجينة. طبعا هتخلي العجينة معانا، هنشوف دلوقتي بقت عاملة ازاي. لو ما عندكيش سمنة تقدري تحطي مكعب زبدة، لو ما عندكيش زبدة تقدري تحطي معلقتين زيت، ما تكتريش اكتر من معلقتين الزيت علشان ما تنشفش معانا. طبعا انا مرضتش افصل الكاميرا عشان اوريكم ان العجينة فكت وساحت من بعضها وبقت تتقطع مني بالشكل ده علشان حطيت الزبدة. طبعا في الوقت ده اوعي تزودي الدقيق وتفكري ان العجينه كده باظت، لا طبعا العجينه هتلم معاكي دلوقتي وتبقى زي الفل، انت بس عشان حطيت لها ماده دهنيه فبدات تفك من بعضها. بدات تطرى معايا وتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه، والمسام بتاعتها بدات تقفل خالص. هنديها كمان عجنتين كده، كنت بشوفها طريه معايا وبتدي مطه ولا ايه اللي هو العرق بتاعها. هديها عجنتين 3 كده وهلفها كويس. كل ما تعجنيها كويس كل ما تديكي مخبوزات تحفه تبارك الله. لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي بالقناه وتفعلي الجرس علشان اي حاجه بنزلها توصلك بامر الله. طريه خالص وناعمه، وكنت بوريكم قد ايه هي طريه. هجيب البوله وهدهنها زيت كده علشان ما تلزقش فيها، وهدهن وش العجينه زيت كويس جدا علشان وانا بحط الاستريتش راب ما يلزقش وش العجينه فيه. فانا هدهن وشها كويس خالص لان لما بتخمر بتزيد جدا. الوقت بتاع التخمير طبعا على حسب حرارة الغرفة عندك عاملة ازاي. لو حرارة الغرفة عندك دافية شوية هيخمر اقل من نص ساعة، لو عادي هياخد نص ساعة. طبعا هنا كان خمر وتبارك الله بقى بالشكل التحفة ده. تعرفي منين ان هي خمرت؟ ان الحجم بتاعها يتضاعف معانا فتعرفي ان العجينة بتاعتك خلاص بقت كويسة. طبعا هبدأ ان انا اهبط العجينة كده علشان لو ما هبطتش العجينة هتحصل ايه؟ هيحصل ان هي مش هيبقى ليها قلب من جوه خالص، هتبقى هشة على الفاضي، مش هيبقى للدوناتس اي قلب، هتيجي تقطعيه كده تلاقيه فاضي من جوه. فلازم اهبط العجينة خالص واخدها معاكم كده، وهبدأ ان انا اعملها 3 قطع، هقطعها معاكم 3 قطع ونبدأ ان احنا نقرصها، وهقول لكم حجمها هيبقى عامل ازاي وهنخمرها تاني بعد التقريص قد ايه. باي سكينه عندك كده تقومي مقطعاها، او اي قطعه موجوده عندك هتقطعيها ل3 قطع علشان تبقى سهله عليكي. انا كنت بدهن السكينه زيت علشان ما يلزقش فيها عجين. حجم التقريص معاكي يبقى مثلا قد حجم البيضه 1.5 مرة، هيديكي حجم كويس جدا، مش هتبقى كبيرة قوي ولا وسط، هي حجمها يبقى مظبوط لو قد البيضة 1.5 مرة. لو حابة ان انت تصغريها وما بتحبوش كبيرة قوي مفيش مشكلة، حابة تكبريه وبتحبي الوحدة بتاعة الدوناتس تبقى كبيرة مفيش اي مشكلة. شوفي انت بقى اللي يريحك وتقدري تعمليه. هبدأ اقرصهم، وعلى بال ما اخلص تقريص الصينية الاولى اللي انا عملتها دي هتبقى خمرت معايا خالص. طبعا لازم نغطي وشهم باي حاجة عندك علشان وشهم ما يشققش من فوق ويقشف، واحنا مش عايزين كده خالص طبعا. هنا تبارك الله كان بدأ يخمر وحجمه يزيد شوية بالشكل ده. هقول لكم هنعمل ايه برضو علشان تعملي لب من جوه كده للدوناتس ويبقى ليها قلب من جوه وهاشش كده. هنفرد العجينة ونلمها تاني زي طريقة الكايزر بالظبط، ونبدأ ان احنا نحطهم في اي صينية موجودة عندك تانية بحيث ان هما يخمروا، واللي يخمر نحطه في الفرن زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بدأت اعمل الكمية كلها،
هعمل لكم بالراحه علشان تقدروا تشوفوا انا بلمها ازاي. لما بتلميها كده بيبقى ليها قلب من جوه. طبعا حاجه معموله في البيت وعارفين هي معموله ازاي. ولو هتحطي لاطفالك مثلا في المدرسه في اللانش بوكس قطعه من دي، كفايه ان انت عاملاها في البيت وعارفه انت عاملاها ازاي. ومش مكلفه خالص وما بتاخدش اي وقت، بالعكس بتتعمل في ثانيه. فتقدري ان انت تعمليهم لولادك في المدارس حلوين وشكلهم هيبقى جميل. والاطفال طبعا بتحب الحاجات اللي عليها شوكولاته والحاجات اللي شكلها لطيف دي، فتقدري ان انت تعمليها لاولادك في البيت. وعام دراسي سعيد علينا وعليكم، وربنا يحفظ اولادنا جميعا يا رب. انا هنا خلاص كنت خلصت الكميه اللي انا عملتها، وهبدا اخد من اول صينيه انا خلصتها وافردها معاكم وتشوفوا عامله ازاي. طبعا حجمها هنا برضو كان زاد، وبقول لكم قد ايه هي طريه. ما بتبقاش جامده، بتبقى طريه. لما نقرصها كمان مره برضو بتبقى طريه، ما بتبقاش جامده أوي. اي قطاعه عندك موجوده تقدري تقطعي القطاعه